في تكساس مرشحة للكونغرس اسمها فالنتينا، طلعت بفيديو بتحرق المصحف وتقول أنا هقضي على الإسلام في تكساس. طيب سؤال بسيط، ليه كل حربكم دايما على الإسلام؟ إيه اللي مضايقكم من الدين ده؟ الإسلام بيقول لك ما تسرقش، ما تزنيش، ما تشربش خمر، ما تظلمش حد، صل رحمك واعبد ربنا اللي خلقك. إيه في ده يستاهل الكره؟ انتوا متغاظين لأنه دين نضيف، دين بيحرر الإنسان من عبودية البشر لعبودية رب البشر. وربنا سبحانه وتعالى قالها من 14 قرن: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يعني مهما حاولتم بالحرق أو بالكراهية الإسلام مش هينطفي، بالعكس كل مرة بتعملوا كده ناس جديدة بتسأل وبتدخل في الدين. الإسلام مش ورق بيتحرق، الإسلام في القلوب، في الصلاة، في الأذان اللي بيرن 5 مرات كل يوم في كل بلد. السؤال الحقيقي مش لينا، ليكم انتوا، ايه اللي مضايقكم في دين ربنا؟ وايه اللي واجعكم لدرجه انكم مش قادرين تواجهوا غير الاسلام؟ الاسلام باقي غصب عن الكل. سلام.